بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أتوجه إليكم يا أبناء شعبنا العظيم على الهواء مباشرة في هذه الساعة. أتوجه إليكم في كل مكان داخل تراب وطننا العزيز، من أقصى نقطة في الشمال إلى آخر ذرة رمل في الجنوب. وأتوجه إليكم في كل أنحاء العالم لأقول لكم إن شاء الله سنة مباركة، ومتعكم الله بالصحة والعافية، وحقق أمانيكم حتى يعم الخير وتعم السعادة وينتشر العدل وتصان كل الحقوق والحريات. ليست هذه المناسبة في هذه الساعة ملائمة كل التلاؤم للحديث عما مضى، فالذي مضى قد ولى وانقضى، بالرغم من آثاره التي لا تزال قائمة، ولكنها مناسبة لشحذ العزائم والهمم لنتجاوز كل الصعوبات التي عشناها معا، وهي صعوبات ناتجة عن هذه الجائحة سيئة الذكر، ناتجة أيضا عن التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم، وناتجة عن هذا الوضع العالمي الذي هو بصدد التشكل من جديد، ولن نقبل أن ندفع الثمن أو أن نكون من ضحاياه، هذا فضلا عن صعوبات داخلية بعضها طبيعي وأكثرها للأسف مفتعل. وقد كان العامل مستمرا في الداخل لمواجهة هذه التحولات، ومن أجل أن تكون الحياة مقبولة، وخاصة من الذين عانوا ويعانون من شظف العيش ويبحثون عن الحياة الكريمة، وهذا حقهم المشروع بعد أن تم إقصاؤهم على مدى عقود وعقود. إننا يا أبناء وطننا العزيز، إننا نريد أن نعبر معا من الإحباط إلى العمل، ومن اليأس إلى الأمل، ولكن لا يمكن أن نعبر آمنين سالمين إلا بالإيمان العميق المشترك بأن تونس العزيزة تتسع للجميع، وبأن العمل هو الطريق إلى النجاح والانتصار. لا تعوزنا الإرادة ولا ينقصنا أي شيء على الإطلاق، فلنعمل لخلق الثروات، وأهم ثروة على الإطلاق هي ثروتنا البشرية التي لا تنضب ولا تقاس بثمن. ولنتوكل على الله لنعمل، ولا نعول إلا على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية لتحقيق آمال شعبنا وتحقيق آماله ومطالبه المشروعة في العمل وفي الحرية وفي السيادة الوطنية. لنعمل صادقين ثابتين من أجل أن ترتسم البسمة على كل الشفاه، بسمة الفرح
بسمة الإقبال على الحياة، بسمة الانتشاء بالانتماء إلى هذا الوطن العزيز. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله كل عام والتونسيين والتونسيات كلهم بخير داخل تونس وخارجها، وإن شاء الله الإنسانية جمعاء كلها بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.